كتمشي لاصال كتريني كتاكل كترجع للدار كتنعس في امان الله وحفظه، ولا غدا لي فاش كتفيق كتحس بحال يدخل فيك كامل. في المغرب كنقولوا له قطع اللحم، وفي مروكو كنقولوا لهم لي كورباتور. وضروري غادي تسمع صاحبك قال لك ضربنا واحد الحصه واعره راني صبحت كلي في قطع اللحم. واش لي كورباتور كيعنيو بلي راك ترينيتي مزيان؟ واش هو الماس كيحيد هاد لي كورباتور هادو؟ شنو السبب ديال هاد لي كورباتور هادو وكيفاش نديرو باش نحيدوهم اولا نقصهم؟ معكم حمزه، بريباراتور فيزيك وكوتش سبورتيف، وانا هنايا باش نبارطاجي معكم شنو كنعرف في الرياضه وفي التغذيه، وباش نعطيكم معلومات مبنيه على اسس علميه بعيدا عن الخزعبلات. اولا باش نعرفوا راسنا علاش كنهضروا خصنا نعرفوا شنو هما هاد لي كورباتور ولا شنو هو هاد قطع اللحم. هاد قطع اللحم هذا هو واحد الحريق اولا التعنكيش اولا تصلب كنحسوا به في العضلات ديالنا واحد 24 ساعه من مورا لونطرينمون، كيقدر يمتد لينا حتى ل 72 ساعه. وغالبا كيجينا الا كانت المره الاولى اللي غادي نترينيو فيها، ولا درنا واحد التمرين ما عمرنا ما درناه، ولا درنا واحد التمارين دو ناتور اكسونتريك. شنو هما التمارين اكسونتريك؟ مثلا الناس اللي كيديروا الميسكولاسيون فاش كنديروا البايسيب كيرز بالزالتير، فاش كيكون البيسبس ديالنا مجبد هذا كيتسمى ليكسونتريك، وفاش كنجمعوه كيتسمى الكونسونتريك. هاد لي كورباتور هادو اللي كيتسموا لي دولور موسكولار ريتاردي او دي او ام اس، السبب ديالهم باقي ما معروفش، وحاليا عندنا غير واحد المجموعه ديال لي تيوري عليهم. تقدر تكون وحده منهم هي السبب، ويقدروا يكونوا كاملين هما السبب. اولا قطع اللحم نيت اولا لي ميكرو ديشيرور، وهما واحد الضرر اولا واحد القطاعات صغيورين كيطراو لينا في لي فيبر موسكولار ديالنا في لي ديسك زاد. مثلا فاش كنديروا واحد التمرين جديد علينا كنستعملوا واحد الالياف عضليه اللي ما عمرنا استعملناها، اولا ديك الالياف عمرها ما خضعت لواحد لانتونسيتي اولا واحد الجهد كبير، الشيء اللي كيتسبب في الضرر فيها اولا في التلف ديالها. وبالنسبه لي موفمون اكسونتريك بحال اللي شرحت لكم قبيله في الموفمون ديال البيسبس، يعني فاش كنكونوا مهبطين لالتير كيتسمى ان موفمون اكسونتريك. هاد النوع ديال لي موفمون كنستعملوا فيهم واحد العدد ديال لي فيبر موسكولار اقل. الشيء اللي كيخلي لينا واحد العدد قليل ديال لي فيبر موسكولار كيتعرض لواحد لانتونسيتي كبيره، وهذا الشيء هذا غادي يتسبب في الضرر ديال هاد لي فيبر موسكولار، الشيء اللي غادي يدير لينا هذوك لي ميكرو ديشير. بالنسبه للتمارين الجداد كنقدروا نريكروتيو فيهم دي كروب موسكولار جدادين، اولا نريكروتيو دي فيبر موسكولار جداد، اولا اللي ما عمرهم ما تعرضوا لهذاك الضغط كامل ولا ديك لانتونسيتي كامل. سواء ريكروتمون ديال لي فيبر جداد اولا دي جروب موسكولار جداد اولا اون انتونسيتي جديده اولا جهد ديال التمرين جديد، هادشي هذا كامل كيقدر يدير لينا هاد لي ميكرو ديشير. من غير البايوبسي اولا العينات اللي كناخذوهم من لي موسكل ديالنا وكنفحصوهم تحت المجهر باش نعرفوا واش هاد الضرر هذا طرا ولا ما طراش، كنقدروا نعبروا واحد الانزيم اللي كيتسمى كرياتين كاينيز. هاد الكرياتين كاينيز فاش كنجيو نشوفوا المستويات ديالو كنلقاو المستويات ديالو ما كيتفقوش مع المستويات ديال هاد لي كورباتور. داكشي لحد الان هادشي هذا باقي بالتيوري. لا تيوري الثانيه هو ان هاد الحريق اللي كنحسوا به هو بسبب الضرر اللي كيتعرض ليه لو تيسو كونجونكتيف وخصوصا الفاسيا. علاش؟ حيت غالبا كنحسوا بهاد الحريق هذا قريب لي طوندون وقريب لي زانسيرسيون ديال لي موسكل ديالنا. خصنا نعرفوا بلي الفاسيا كتعاون بزاف في لي موفمون اللي كيكون فيهم الثقل كبير. وحاجه اخرى، لي ريسبتور ديال الحريق اللي كاينين في الفاسيا هما 3 المرات اكثر من لي ريسبتور ديال الحريق اللي كاينين في لي موسكل ديالنا. يعني الحريق اللي كان في هاد الفاسيا هذه غادي نحسوا به اكثر من اللي كان في لي موسكل ديالنا. هادشي هذا كيعني بلي الفاسيا غادي تكون حساسه اكثر للالتهاب، وباللي الحريق غادي نحسوا به اكثر، وباللي الحريق غادي نحسوا به مده اطول. كيف ما لي ميكرو ديشيرور موسكولار كنعرفوهم واش طراو ولا ما طراوش بالكرياتين كاينيز، اللي قال لي كيطراو في الفاسيا كنقدروا نعرفوهم بالمستويات ديال واحد لاسيد اميني كيتسمى الهيدروكسي برولين، واللي حتى هما كنلقاو باللي ما كيتوافقوش لينا مع المستويات ديال هاد لي كورباتور هادو. دابا النظريه الثالثه واللي هي الانفلاماسيون او الالتهاب. هاد لي ديغا هادو اللي كيطراو لينا سواء في التيسو كونجونكتيف ولا كيطراو لينا في لي موسكل ديالنا، ضروري كيخص الجسم ديالنا يعاود يصيبهم يدير لا ريباراسيون ديالو. وهادشي هذا كيدير لينا واحد الاميون ريسبونس، يعني كيجيو الخلايا المناعيه باش كيحيدوا هذاك الشيء اللي تخسر سواء لي فيبر موسكولار ديالنا سواء في لو تيسو كونجونكتيف ديالنا، ويبداو يصيبوا لنا حاجه جديده، يبداو يصيبوا لنا دي تيسو جداد، يجيو مثلا لي سيلول ساتيليت يوجدوا لنا العمليه ديال البناء العضلي ولا لا سانتيز دي بروتين. وباش الجسم ديالنا كيعاون على هذه العمليه هذه كيزيد لنا لو فلو سانغان ولا بغينا نقولوا الجريان ديال الدم
فهاديك البلاصه اللي فيها هذيك لانفلاماسيون. هاد قوه لي فلويد هادو كتقدر دير لينا واحد الضغط على الانسجه اللي تما، كتضغط لينا على النهايات العصبيه، الشيء اللي كيخلينا نحسوا بديك الالام والشيء اللي كيخلينا نحسوا بهذيك التشنج. ولكن حنا باقي ما عرفناش واش هاد لا ريبونس انفلاماتوار واش سببها هما هادوك لي ديغانيت سواء في العضلات ديالنا سواء في الفاسيا، ولا السبب ديالها هو هذيك لادابتاسيون للتمرين. وما يمكنش لينا نهضروا على الالتهاب ولا على لي كورباتور بلا ما نجبدوا الهضره على لاسيد لاكتيك اولا الحمض اللبني. اللي خصنا نعرفوا هو هاد القضيه ديال لاسيد لاكتيك مع لي كورباتور مع لا فاتيغ، هادشي هذا قديم وحاليا مبقيناش كنهضروا عليه حيت بان باللي غلط. الحمض اللبني اولا لاسيد لاكتيك وبالاحرى والتسميه الصحيحه هي لاكتات، كيحيد لينا مباشره من مورا كدوز واحد الدقائق قليله من مورا لونطرينمون، ما كيبقاش عنده الاثر ديالنا في المسكل ديالنا. وحنا شنو قلنا على هاد لي كورباتور اولا هاد قطع اللحم هذا غالبا كنبداو نحسوا به حتى كدوز اصلا واحد 24 ساعه على لا سيونس وكيبقى لنا واحد 72 ساعه. يعني ميمكنش لينا نقولوا باللي هاد الحمض اللبني اولا لاسيد لاكتيك يعني اللاكتات يكون هو السبب في هاد لي كورباتور هادو. حاجه اخرى شنو قلنا قبيله، تمارين اكسنتريك يعني اللي كتكون فيهم العضله مجبده تحت واحد لاشارج بحال فاش كنكونوا مهبطين لالتير في الدمبل كيرلز، من اكبر الحوايج اللي كيتسببوا لينا في هاد لي كورباتور. ولكن فاش كنجيو نشوفوا المستويات ديال هذا الحمض اللبني كنلقاو باللي التمارين الكونسونطريك يعني المسكل ديالك كيكون فيهم مجموع، يعني بالنسبه مثلا للبيسبس فاش كنكونوا مطلعين لالتير اللي عندنا، ولا مثلا في البنش بريس فاش كنكونوا دافعين لابار، هاد التمارين كونسونطريك كينتجوا لنا لاسيد لاكتيك كثر. وهادشي كيتضاد مع داكشي اللي قلنا قبل باللي التمارين اكسنتريك هما اللي كيتسببوا لينا بهاد لي دولور مسكولار ريتاردي بنسبه اكثر. حاجه اخرى، الناس اللي مساكن مرض لاسيبتيسيمي اللي هو التعفن ديال الدم كيكونوا عندهم واحد المستويات خياليه ديال هاد اللاكتات وما كنلقاوش عندهم لي كورباتور. يعني اخر مره شي واحد يبقى يقول لي حق الحمض اللبني هو اللي مسؤول على هاد لي كورباتور وشكرا. ولا بغيتو من بعد ندير واحد لا فيديو كتشرح اكثر هاد لاسيد لاكتيك اولا اللاكتات ونفسروا الاسباب ديالو شنو كيدير شنو ما كيديرش الى اخره. دابا تريتمون كيفاش نعالجوا شي شويه هاد لي كورباتور هادو ولا هاد لي دولور مسكولار طاردي ولا دي او ام اس. اول حاجه غنهضروا على لي تكنيك اللي ما خدامينش. اول حاجه اننا نتريتيهم بالسخونيه بحال مثلا السونا ولا الدوش بالماء سخون، هذاك الشيء ما خدامش. ثاني حاجه التجباد، تمارين ديال الاطاله ستريتشين سواء كان ستاتيك ولا باليستيك فراه ما خدامش، وبالعكس يقدر يزيد يكفس علينا القضيه. كرايوثيرابي ولا اننا نتخشاو في الماء فيه الثلج او لاننا ندوشو بالماء بارد، هادشي هذا كامل ما كيحيدش لينا لي كورباتور. كيسرع لينا في التعافي، كينقص لينا من دوك الابصابات البسيطه، ولكن ما عندوش علاقه بلي كورباتور. التخاسون هادشي اللي كيسمعوه شويه لي زاتليت دو نيفو اولا الناس اللي عندهم شي شويه امكانيات. اش كدير هاد لا تكنيك هادي؟ هي كتسخن لينا العضله. وشنو قلنا قبيله على القضيه ديال السخونيه؟ فراه ما عندها حتى تاثير، وباقيين شي باحثين كيقول لك عندها تاثير وشي باحثين كيقول لك ما عندهاش تاثير، ودون تو لي كا داكشي ستاتيستيكمون ما عندوش شي تاثير كبير. لي كومبريس اللي كنلبسو، ولكن نلبسوهم من مور لا سيونس ماشي وسط لا سيونس. نلبسوهم من مور لا سيونس كينقصوا لينا من هاد لي كورباتور هاد لي ماساج حيت كيزيدوا لنا من الدوره الدمويه ديك البلايص، ولكن شريطه ان هذوك لي ماساج يديرهم شي واحد مولف كيدير لي ماساج لي سبورتيف او لا ان كيني دو سبور. لا سيمولاسيون الكتريك، اش كدير هاد لا سيمولاسيون الكتريك؟ كتحرك لينا العضلات وكنوليو بحال اللي كنديروا واحد ليكزارسيس بواحد لانتونسيتي قليله. وعندنا الفوم رولين حتى هو كيعاون شي شويه، ولكن بشرط انه يدار بطريقه صحيحه. وكتبقى احسن حاجه تحيدين هاد لي كورباتور هادو هي اننا نمشيو نترينيو. وإلا كانوا هاد لي كورباتور هادو مجهدين بزاف نتريني بواحد لانتونسيتي اللي هابطه، اولا ندير دي زيكزارسيس وحدين اخرين لي زالتيرناتيف موجودين. ما نساوش بلي هاد لي كورباتور هادو كيقدروا ياثروا لينا على واحد الحساسات عندنا في لي موسكل ديالنا وفي لي طوندون ديالنا، وهما اللي كيخليو لو موسكل ديالنا ما يتجبدش اكثر من القياس باش يتقطع الله يسر، اولا نفس القضيه في لي طوندون. وداكشي علاش فاش كيكونوا هذوك لي كورباتور مجهدين كنردوا البال باللي ولينا كنمشيو عوجين وباللي المدى الحركي ديالنا بحال نقص شي شويه. الوغ في هذه الحاله هذه نتريني ماشي ما نترينيش، نقص شويه من الانتونسيتي ونتجنب لي بي ار.
كنقولها ونعاود نقولها، نتجنب لي بي ار. وفيما يخص القضيه ديال انك تريني واخا فيك دي كورباتور، داروا ابحاث اللي بينوا لنا باللي الناس اللي تريناو واخا فيهم لي كورباتور كانوا عندهم نتائج احسن في البناء العضلي. لي سوبليمون، اشنو ممكن ناكل باش نقص من هاد لي كورباتور؟ اول حاجه قبل ما نهضروا على لي سوبليمون راه ما كناخذوهمش حتى كنتشاوروا مع الطبيب. هذا الشيء هذا كنقولوا لكم من اجل المعلومه وللمعلومه فقط. قبل ما تاخذ شي سوبليمون تشاور مع الطبيب ديالك. وهنا غادي نهضروا على هو الماس. واش هو الماس كتنقص من لي كورباتور ولا لي دولور مسكولار غوطاردي؟ لا. علاش؟ خصنا نفرقوا ما بين لي كورباتور وما بين لا فاتيغ مسكولار. والماس ممكن تنفع في لا فاتيغ مسكولار ولكن بواحد النسبه قليله. كيفاش؟ فاش كنكونوا كنديروا التمرين، هذيك الانتاج ديال الطاقه في العضله ديالنا كينتجوا عليه لي زيون اش بلس. هاد لي زيون اش بلس كيزيدوا لنا من الحموضه في المسكل ديالنا، الشيء اللي كيأثر على العمل ديال العضله ديالنا والشيء اللي كيخلينا نعيو بالسرب. وهنا فين كيجي الدور ديال البيكربونات اللي كاينه في الماس. بيكربونات كتنقص لينا من هاد الحموضه هذه وكتخلينا ما كنعيوش بالزربه، ولكن النسبه ديال البيكربونات اللي كاينه في الماس قليله بزاف. هذه من جهه اخرى حيت هو الماس مشروب غازي فيها ثنائي اكسيد الكربون، فيها السي او 2. هذا السي او 2 هذا كيدير لينا لاسيد كربونيك. لاسيد كربونيك غادي يزيد يطلع لينا من الحموضه، يعني شي ما درناه. داكشي علاش التاثير ديال الماس كاين، ماشي ما كاينش ولكن قليل بزاف. في هذه الحاله كنقدروا ناخذوا البيتا الانين ولا كنقدروا ناخذوا بيكربونات الصوديوم اللي راه كاينه في لا فارماسي، شريطه اننا نحترموا الدوزاج وناخذوها تدريجيا. علاش؟ حيت كتاثر على الهضم، وبزاف ديال لي زاتليت كدير لهم مشاكل، خصوصا دوك لي زاتليت اللي كيمشيو يجربوها حتى النهار ديال لا كومبيتيسيون. ديما اللي بغى ياخذ شي سوبليمون ولا يجرب شي تكنيك يجربها في لا بريباراسيون، ماشي حتى النهار ديال لا كومبيتيسيون ولا النهار اللي يكون عندي واحد الحاجه مهمه غادي نمشي نجرب نبدل شي حاجه في الدايت ديالي ولا نجرب شي سوبليمون جديد ولا ندير بيكربونات الصودا ولا شي تخربيق. غتسمعوا البروتين التاثير ديالو قليل، خصوصا الا كنتي انت اصلا كتاخذ الكميه الكافيه ديال البروتين اللي كتخصك في النهار. اما لما كنتيش انت اصلا كتاخذ ديك الكميه الكافيه ديال البروتين فراه ما معك هضره. كاين الاوميغا 3 اضافه انها مزيانه للاربطه والمفاصل الى اخره. الاوميغا 3 كتعاون انها تنظم لنا المستويات ديال الالتهاب في الجسم ديالنا. كاين عاوتاني المغنيسيوم هو من لي مينيرال اللي مهمين بزاف في الجسم ديال الانسان، سواء كنتي رياضي ولا ماشي رياضي. وللاسف كنلقاو نقص كبير عند الناس. المغنيسيوم هذا فاش كيكون ناقص كتكون عندنا حساسيه كبر للالم، داكشي واش مزيان ناخذه. وغادي يبقاو لينا مضادات الالتهاب طبيعيه وما كاين محسن من الكركم، راه عنده بزاف ديال الفوائد وما بيناتها انه مضاد للالتهاب. غير هو اللي كياخذ الكركم من لا فارماسي ياخذ الكركم فيه الميريفيا، حيت هاد الميريفيا هذه كتعاون على الامتصاص ديال هاد الكركم هذا وغادي تستافد منه مزيان. وكاين لي زونتي انفلاماتوار اللي كيتباعوا في لا فارماسي بحال الايبيبروفين مثلا، واللي نورمالمون كناخذوهم حتى كنتشاوروا مع الطبيب. هاد لي زونتي انفلاماتوار كناخذوهم مباشره من مورا الحصه مده 3 ايام. غير هو المشكل ديال لي زونتي انفلاماتوار كيقدروا ياثروا لينا على هذيك العمليه ديال التعافي اولا العمليه ديال البناء العضلي. ودابا الخلاصه، قطع اللحم اولا لي كورباتور اولا لي دولور مسكولار غوطاردي غادي يجيو لك سواء كنتي ما عمرك ترينيتي، سواء كنتي ان بروفيسيونيل، سواء كنتي مراه، سواء كنتي راجل، سواء كنتي كبير، سواء كنتي صغير. وهذا الشيء علاش لي كورباتور ما كيعنيوش انك ترينيتي مزيان اولا ما ترينيتيش مزيان. الا ما كيجيوكش كاع عرف باللي لو فوليوم دونطرينمون ديالك ناقصتي شويه، خصك تزيد فيه. ولا كيجيوك ديما ولا بزاف فعرف باللي لو فوليوم دونطرينمون ديالك كبير بزاف وخصك تراجع راسك باش تنقص منه شي شويه قبل ما توصل شي اونطرينمون. احسن حل ديال لي كورباتور هو انك تريني، سواء تبدل لا ميثود اولا تبدل لي زيكزارسيس اولا تنقص من لانتونسيتي دونطرينمون ديالك. لي ماساج، لي كريم ا باز دو مانتول، الكومبريس جيرز، هادو كاملين كيعاونوا مع لي كورباتور. بطبيعه الحال نعس مزيان، نشرب الماء مزيان، ناكل مزيان. الاوميغا 3 كتعاون، المغنيسيوم كيعاون، لي زونتي انفلاماتوار بحال الكركم كيعاون حيت تكون فيه الميريفيا. اولا ناخذ لي زونتي انفلاماتوار اللي كيتباعوا في لا فارماسي بعد استشاره الطبيب مده 3 ايام مباشره من مورا لونطرينمون. هذا ما كان، نتمنى نكون شرحت لكم مزيان كل ما يتعلق بقطع اللحم. بطبيعه الحال انا هنا باش نجاوب على الاسئله ديالكم سواء في يوتيوب
اولا انستغرام. اهم حاجه هي التريننج، اهم حاجه هي لا ديسيبلين، والنتائج غادي يجيو. وكان معكم حمزه. تشاو.